السلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله فيديو كنز في معلوماته، كنز في تكاته. اوعي تفوتي ولا لحظة فيه، لأن بجد لما هتعمليه زي ما أنا عملته كده هيطلع معاكي أنجح سبونش بالدقيق العادي لمقادير مظبوطة، صاج 40 في 60 حاجة ما شاء الله. يلا بينا على طول نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض. أول حاجة معايا هنا 8 بيض وسط، لو البيض مش وسط يبقى 7 بيض كبير، وكبير كبير يعني. تاني حاجة هنزل الفانيليا معايا على البيض. الفانيليا هنا عبارة عن 10 جرام من الفانيليا. كمان معايا معلقتين كبار من محسن الجل اللي في درجة حرارة الغرفة، يعني 36 جرام محسن جل، معلقتين كبار مليانين. كمان معايا كيس كيك شيف أو 23 جرام من الكيك شيف، أو معلقتين كبار مليانين من البيكنج باودر. كمان معايا 200 جرام من السكر الحبيبات، يعني كوباية كاملة. كمان معايا 200 جرام من المية الساقعة المتلجة المشبرة كده، يعني كوباية كاملة من المية الساقعة. معايا كوبايتين وتلات ارباع من الدقيق، يعني 370 جرام من الدقيق. وركزي في النقطة دي، تقدري تحطي كوبايتين وربع بس من الدقيق، يعني 320 جرام دقيق، وتكملي بقية تلات ارباع الكوباية ب50 جرام من النشا. طب لو عايزة تعمليها كاكاو يبقى تحطي 340 جرام من الدقيق، وتحطي عليهم 30 جرام من الكاكاو الخام. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة، كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة ما عدا المية الساقعة. هبتدي أول حاجة أجيب البيض اللي عندي وأحط عليه الفانيليا ومحسن الجل وكمان السكر. دي أول خطوة معايا. هنزل محسن الجل وأحط كمان المية في المرحلة دي، المية الساقعة في المرحلة دي. وهبتدي أخفق الأول على سرعة هادية، وبعدين أعلي الخفق على سرعة هادية عشان خاطر أدوب السكر الأول، وبعدين أعلي الخفق. أفضل أخفق لمدة قد إيه؟ مش أقل من 10 دقايق كاملين أنا بخفق فيها. في هذه الأثناء بقى هجيب أنا 370 جرام من الدقيق وابتدي أنخلهم. تنخليهم مرة جميل، تنخليهم مرتين أجمل، تنخليهم 3 مرات يا مرحبا، براحتك خالص. كل ما بتنخلي الدقيق كل ما بيطلع الرطوبة اللي فيه وبيبقى هش ولطيف قوي معاكي. هتحطي كمان الكيس الكيك شيف وتقلبي كويس قوي. تعالوا نبص بقى بعد 10 دقايق كده القوام بقى عامل ازاي. القوام بقى كيكه لوحده من غير ما احط دقيق اصلا، ما شاء الله، يعني 2 سنتي بس ويقفل العجان من فوق كله. والعجان ما شاء الله عندي هنا ساعه كبيره مش قليله. هبتدي احط نص كميه الدقيق الاول في الحله كده بالمعلقه، وامشي العجان الاول على سرعه هاديه كده خفيفه، يعني على سرعه رقم 2. وابتدي انزل معلقه بمعلقه لغايه لما الخليط كله ياخد الدقيق عندي ويختفي معاه. طب ليه ما نزلتش الدقيق كله مره واحده؟ علشان الدقيق كتير، 370 جرام لو نزلته مره واحده ممكن ياخد العجين ده ويهبط معاه. انما لما عملت كده حافظت على نفس الارتفاع، الحاجه ما هبطتش معاه. بصي ما شاء الله العجين وصل لغايه فين، مقفل لغايه اللمبه الليد اللي في العجان. قوام ممتاز، لون فاتح. تعالي بقى نشوف هنفرده ازاي في صاج 60 في 40، الصاج العملاق ده ما شاء الله. معايا هنا صاج 60 في 40 ألومنيوم بقى، صاج دي بتاعتك يعني. هفرش فيه ورقتين من الزبدة وبعدين ابتدي انزل فيه الخليط. هنزل الخليط ممكن في البداية تحسي ان الخليط قليل، انما لما بتبدأي تفرديه بالسباتيولا الدنيا بتبقى لطيفة جدا معاكي. بنزل الخليط كله، بفرده الاول بالسباتيولا السيليكون، وبعد كده لازم ادخل بسباتيولا كده تبقى ستانلس عشان خاطر اخد ارتفاع واحد لكل العجين في الصاج. طيب جميل الكلام كده. نيجي بقى لجزئية التسوية دي من أهم الخطوات. الصاج ده بيدخل الفرن على درجة حرارة 170 مش 180 علشان ياخد سوى حلو، وبياخد وقت طويل، يعني مش أقل من 35-40 دقيقة، ممكن كمان 45 دقيقة. بحط مية مغلية أو مية عادية وادخلها في حلة تحت على الصاج مباشرة، اللي هو تحت يعني في أول صاج ملامس للحرارة من تحت، عشان خاطر المية تفضل تتبخر وتندي على الصاج فتوزع درجة الحرارة حلوة قوي. كمان الحركة دي بتخلي ما يطلعش عندي وش للصاج أشيله ساعة الشغل بيه، يعني مش بتكون القشرة اللي فيها زفارة، فدي كمان بتخليكي ما تفقديش أي عجين منه. بعد ما بيخرج من الفرن بتلاقي ما شاء الله الشكل حلو قوي معاكي كده. بصي أنا بمشي إيدي كلها وهو لسه خارج من الفرن، إيدي نظيفة زي الفل لأن ما فيهاش زفارة. أنا كده خلاص خلصت. اوعي تنسي اللايك والشير،
اوعي تنسي ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. صباحك دايما زي الفل.